هلو هلو. امتى يا دكتور اطعم سعار او اخد جرعه سعار لو اتعرضت لعضه او خربوش من كلب او قط؟ طيب مبدئيا واحده واحده، لو القط ده قط شارع انا كنت باكله او بتعامل معاه او طلع في طريقي واتعضيت او اتخربشت منه، اول حاجه لازم نعملها ان احنا نروح نغسل ايدينا او مكان العضه كويس قوي 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 بميه وصابون لمده 10 دقائق تحت ميه جاريه. وبعد ما نعمل كده لازم نروح لاقرب مستشفى حكومه او مستشفى حميات او حتى فرع المصل واللقاح زي البكسيره، اقرب فرع لينا، عشان ناخد اول جرعه من جرعات السعار بيبقى 5 جرعات، فبتتاخد في عضله الكتف. ال5 جرعات دول ليهم جدول هما يبلغوكوا بيه في المستشفى. ده اول حاجه. طيب تاني حاجه، الجرح بتاع العضه ده ما ينفعش يتغطى، ما ينفعش اعمل معاه اي حاجه غير ان انا اغسله كويس قوي بميه وصابون زي ما اتفقنا، واحط بعد كده كحول او مطهر موضعي عليه، وممكن بعد كده احط كريم مضاد حيوي مكان العضه دي. طيب لو اللي عضني ده كلب او قط خاص بيا، في الحاله دي لو القط او الكلب مطعم كويس قوي وما حصلوش ان هو اتعض من اي حيوان تاني، او حصل ان هو اتعرض لاي حيوان ستري او طلع اوت دورز، مفيش مشكله. لو اتعرض ساعتها لا، لازم برضو نطعم احتياطي.